يلا نطبخ لوبيا خضرا بزيت. الأكلة اللي رغم بساطتها لكن الكبار وصغار بيحبوها. أكلة خفيفة على المعدة، سهلة بالتحضير، بدون تعقيد وبدون لحمة. خلونا نبلش بتحضيرها. هالطبخة مكوناتها بسيطة: بندورة فريش، لوبيا خضرا، بهار وتوم، زيت زيتون، ومنحتاج لكباية مي. أنا دايما بغسل الخضار قبل تقطيعها، بنقع اللوبيا بفنجان خل وبغمرها كتير منيح بالمي وبتركها منقوعة ل10 دقايق، والبندورة كمان. أنا اخترت بندورة معلقة، فيكن تختاروا أي نوع بندورة تاني، المهم تكون مستوية والحبات حمرة وكتير فريش. رح ننقعها كمان ونبلش بالغسيل. رح نغسل حبات اللوبيا حبة حبة ونعيد الغسيل مرة تاني. كمان البندورة بدنا نغسلها ونشيل العقب الأخضر منها وننظفها كتير منيح قبل ما نبدأ بطبختنا. رح نعمل إشارة إكس على حبات البندورة كلها بالسكينة ونغلي مي ونسقطها فيها لحتى يسهل علينا تقشيرها. نتركها منقوعة بالمي المغلية 10 دقايق. إذا ما بتتضايقوا من شكل القشر بالطبخة فيكن تتخطوا هالمرحلة. من بعدها رح نشيل حبات البندورة من المي ونتركهم بصحن على جنب ليبردوا شوي، ونصير قادرين نبلش بتقشيرهم. منقشر حبات البندورة كتير منيح، نتخلص من القشرة ونتخلص من العقب الأخضر كمان، ومنحطن على جنب لحتى نباشر بتقطيعهم بعدها. بالنسبة لللوبيا بدنا نشيل العقب الأخضر من أسفل وراس حبة كمان نشيله مع العقب. باللوبيا اللي عندي ما كان موجود هيدا الخيط. من بعدها بدنا نباشر بمرحلة التقطيع. فيكن تقطعوا اللوبيا بالطريقة اللي بتحبوها، لكن أنا هاي طريقتي بالتقطيع. بقطع حبة اللوبيا بشكل مايل بالعرض لأحصل على هالشكل بحبات اللوبيا المقطعة. بعدها بدنا نقطع البندورة، منقطعها لمكعبات شوي سميكة لحتى تضل محافظة على شكلها معنا بالطبخة. في ناس بيحبوا يفرموها أو يبشروها على الناعم، لكن أنا دايما بفضل تكون حبات البندورة ظاهرة بالطبخة لتعطي منظر شهي وفريش للطبق بالنهاية. في طنجرة على النار رح نفضي زيت الزيتون ونقلب فيه حبات الثوم الصحيحة لحتى تصير بهالشكل شقرة ومش محروقة. بس نتأكد انه شقرت منيح رح ننزل فوقها بس الكزبرة ومنقليها شوي، منحركها كتير منيح مع الثوم لتفوح ريحة الكزبرة الشهية، ومننتبه انه ما نحرقها لحتى تضل محافظة على طعم شهي بالطبخة. من بعدها رح ننزل كمية اللوبيا كلها، نقلبها كتير منيح لحتى تبلش حبات اللوبيا تاخد من حرارة الطنجرة وتبلش شوي يعطي لونها على لون أغمق. من بعدها رح نضيف فوقها الملح والفلفل ونقلبهم كمان كتير منيح لحتى يختلطوا بحبات اللوبيا وما يبقى عنا تكتلات بمطرح واحد أبدا، ونشوفها أنه اختلطت على التمام. بعدها رح نضيف كباية المي ونحط كمية البندورة كلها على وجه الطنجرة بدون ما نحركها أبدا. نظبط البندورة على الوجه، نسكر غطا الطنجرة مدة نص ساعة على نار خفيفة. بعد نص ساعة رح نشوفها صارت بهالشكل. منحركها كتير منيح ومنرجع منسكر الطنجرة عليها ومنتركها نص ساعة تانية على نار خفيفة لتستوي على التمام. لما تستوي على التمام منحط الثوم المهروس فوقها ومنهرس حبات الثوم الطبخناها معها ومنرجعها على النار لمدة 10 دقايق. بدي تخبروني بالتعليقات من أي بلد عم تتابعوني وشو بتقولوا لبلدكن، لوبي أو فاصوليا أو إلى اسم تاني مميز غير.
وهلأ وقت التقديم. أنا طبخت جنبها رز بشعيرية. أكيد إذا بتحبوا فيكن تاكلوها تغميس بالخبز. بسكب حبات الرز بقلب طبق وبقلبن عطرف الطبق، واللوبيا سكبتها عالطرف التاني من الطبق. الأكل كتير طيبة إذا كانت سخنة أو باردة. قدمت جنبها شرايح خيار، وأكيد فيكن تقدموا أي نوع خضار انتو بتحبوه جنبها. ما تنسوا أبدا البصل اليابس. هلأ بشيل طبق الرز لأحصل على أفخم منظر لأبسط أكلة. إذا عجبتكن طريقتي وحبيتوا الوصفة وجربتوها، بتمنى تكتبولي بالتعليقات وتشاركوا الفيديو مع الناس اللي تحبوهم، وما تنسوا الاشتراك بالقناة ليوصلكم كل شي جديد. باي باي.